أخنوش يفوز على المغاربة. لو هذا الخبر صحيح الإخوان ديال أن أخنوش يعلن عدم ترشحه في الانتخابات المقبلة، أنه فاز على المغاربة. ولكن إذا كان خبر غير صحيح وخبر كاذب نشرته هيسبريس، صراحة الإخوان هذا ما ينتظره المغاربة بفارغ الصبر لرد الإخوان الصعصعين ورد الدين الإخوان على الجملة الشهيرة ديال أخنوش إعادة التربية ديال المغاربة. المهم نتمناو هذا الخبر هذا اللي خرجته هيسبريس الإخوان يكون غير صحيح. علاش البارحة أن أخنوش خرج في تصريح ما قالش الإخوان أنني غادي ننسحب ولا شي حاجة، ولكن اليوم هيسبريس نشرت هذا الخبر على أن أخنوش يعلن عدم ترشحه للانتخابات المقبلة. إذا صراحة كان صحيح راه خنوش انه فاز علينا الاخوان وضربنا ضربه استباقيه. الا كان خبر كاذب وماشي صحيح، هذا ما يتمنوه المغاربه بفارغ الصبر. وشهر 9 راه قريبه الاخوان، غمض عينيك فتح عينيك، ها شهر 9 قربات، ها الانتخابات قربات. ونبينوا ونوضحوا للسي عزيز اخنوش هاد الخمس سنوات اللي دوزتيها علينا بالغلاء، وانك صراحه ما كنتيش كتشعر بالشعب المغربي بصفه نهائيه. كنا باغي نردوا ليه الصعصعين في الانتخابات، كان باغي يخرج الاخوان بشي 10,000 صوت، 20,000، 40,000، 50,000، ما يفوتهاش بصفه نهائيه. علاش المغاربه صراحه كانوا كانوا يريدون رد الصعصعين. ولكن اذا كان هذا الخبر صحيح، اقول عز اخ النوش راك غلبتينا. انا كمواطن مغربي راك غلبتيني في هذه النقطه هذه، ولكن نشوفوا الخبر واش صحيح بعدا ولا لا. وتبارك الله عليكم الاخوان والله يعاون.